في الساعات القليلة الماضية تصدر مقطع فيديو تحت عنوان فضيحة هبة عبد الرحمن عمليات البحث الرائجة، حيث تداول نشطاء على منصات التواصل شريط فيديو لمشهور التيك توك بوضع لا يليق. وإليكم بعض التفاصيل. مقطع متداول باسم هبة عبد الرحمن ظهور فاضح، ونشر الفيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسرعان ما أثار موجة من الاستنكار وطلب العشرات بإيقاع العقوبة على تلك الفتاة. ويقدر الإشارة أن مروجي شريط الفيديو الغير أخلاقي زعموا أن المشهورة من قامت بنشره عبر سناب شات عن طريق الخطأ، ثم قامت بحذف بعض الهجوم عليها. وأثار مقطع فيديو هبة عبد الرحمن الفاضح موجة من الانتقادات وسط تساؤل البعض عن من هي، حيث تعتبر من ضمن الشخصيات الذين لقوا شهرة واسعة على مستوى التواصل وخاصة تطبيق تيك توك، ووصل عدد متابعيها أكثر من نصف مليون متابعا. وأشارت هبة عبد الرحمن في معلوماتها الشخصية إنها سعودية الأصل وتقيم ما بين جدة ومكة، وتدخل في قائمة النجمات الخليجيات الأعلى مشاهدات على أبليكيشن التيك توك. واشتهرت هبة عبد الرحمن بفضل محتواها على مواقع التواصل، ويعتبر تطبيق تيك توك المنصة الأولى لها، حيث تخرج في البثوث بشكل مستمر. وعرفت بين المستخدمين بإطلالاتها الجريئة، حيث اعتادت على ارتداء الملابس الضيقة وتتعمد إظهار مفاتنها وتوثق لجمهورها اللحظات السعيدة لها أثناء تواجدها في الحفلات وكبرى المناسبات الفنية والفعاليات المختلفة. ده كان فيديو النهاردة، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.